غسلون طلعون، طلعت على وجوههم هيك، راحوا عند أرحم الراحمين اللي هو أرحم مني ومنك. نسأل الله أنه يتقبلهم من الشهداء. سالم علي عقلة، أنا من دير الزور مهجر. نعم، جيت على بريطانيا بال 2017. نعم، الشهر العاشر. أنا كنت بابس عند شباب أصحابي ونمت عندهم ذيك يعني الصدفة. نعم، قدر رب العالمين إنه يخليني أنام هنيك. سبحان الله. وصلني الخبر إنه عندي غرفة للضيعة، وصلني الخبر إنه بناية سامر عيدة نزلت على الأرض. أيام كان الجو مطر وضباب وهواء، ما بقول لك إنه انشلت حركتي، يعني انشلت. اتصلت بربعي هون أصحابي قالوا لي إنه عيلتك تحت الأنقاض. لما جيت وشفت المنظر المهول، يعني هذا يوم يمكن ما بنساه، اليوم الممات. طلعت يعني قلت حتى بيطلعوا معاقين. طلعتهم ماسكين ايدين بعض، بنتي لا تحط على راسها لا تطلع، تشكل الدبوس تبع الهي اللي طلعته من رقبتها تبع غطا الصلاة. والحمد لله كسبت انه متشاهدي. توفت زوجتي وبنتي وابني. مشعل بس فياهم، والله هو اللي قال له امشي، الله هو اللي نجاه. 23 سنة برمشة عين اختفت. الحمد لله أنا كان وضعي المادي منيح، أنا البيت إلي ملكي شقتي، بس راحوا. لما بيقول لك راح المال وراح العيال وراح كل شيء، هاي راحت كل. أنا رضيان عن نفسي إنه الحمد لله إني ما قصرت مع عائلتي، ما حرمتهم شيء. لهلا حلم، لهلا بالوضع اللي أنا فيه هذا حلم. مشعل عمره 23، تجاوز المرحلة، ما يعني خليته. قلت له اطلع يا ابني، بيلعب طابة بيلعب كذا، اطلع مع أصحابك، اطلع مع كذا. نسي، ما إنه ينسى صعب، بس إنه يتجاوز المرحلة. أنا بدي معيشة، توفير ما بدي، السترة بس، إنه لا انكسر بمد إيدي. لا، هون بقول يا رب لحقني بعيلتي. احنا بنعرف انه الوضع صعب وانه ما في شيء ممكن يعوضك، الا انه احنا هيك عم نحاول انه نخفف عنك قدر الامكان. الله يجزاكم الخير. الله يبارك فيك. فهذا المشروع، هي مشروع لمضطري الزلزال، وانت واحد منهم. نتشرف ان نقدم لك بيت يسلمكم والله، تبلش في حياه جديده. اللهم امين يا رب. ويعني نتمنى لكم السكينه والراحه بين جدران هذا المنزل، وان تشهد الايام فيه مرورا خفيفا على ارواحكم جابره من الالام السابقه والخسارات. هاي صورتك حطينا لك اياها هيك على وجه المشروع، على راسي. عمرك حدا طبع لك هيك صوره؟ انتوا بس. نصنع أملا لا يستسلم من عملا، نمسح بيد دمعة حزن ونشيد بالأخرى دولا. قادرون بالبسمة نقهر زلزال. نحن يعني نأمل من الله أن نكون فرحناك ولو واحد. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. الله يجزاكم خير يا الله. لما نسلم بيت لعيلة نسأل العم أو الخالة شو رأيكم بالبيت؟ بدنا نطمن إنهم مبسوطين، لأنه متضررين الزلزال بشكل خاص
ما بقى في شيء بعينهم وما بقى في شيء ممكن يفرحهم. فلما بس يبتسموا يقولوا لنا انه البيت منيح والتصميم كويس بتصيبنا فرحه اطفال انه الحمد لله انه التصميم عجبهم، لانه هن اللي راح يسكنوا بالبيت مو نحن.